السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامج حوار قضائي، وهذه الحلقة نناقش بها قضايا إزالة الشيوع، تفاصيلها، المشاكل بين الشركاء، كل هذه الإجراءات القانونية والحلول، مع سيادة القاضي نبراس صباح، قاضي أول محكمة بداءة المحمودية. رحب بك سيادة القاضي. حياك الله. حياك الله، شكرا لحضورك. أنا أستأذن حضرتك سيادة القاضي وإذن السادة المتابعين بالذهاب إلى فاصل لكي نتابع تقرير الحلقة. الشيوع هو حالة الملكية الشائعة لعقار أو مال منقول تعود ملكيته لأكثر من شخص، إذ يجوز لكل شريك فيه بمقتضى نص أو مانع قانوني أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع. وتتم إزالة الشيوع إما بقسمة المال الشائع بين الشركاء أو بيع العقار وتوزيع ثمنه بينهم، وذلك في حالة تعذر القسمة. وإزالة الشيوع من الدعاوى التي ترد كثيراً أمام محاكم البداءة، وغالباً ما ترتبط بنزاعات لغرض تقسيم العقارات، وقد عالجها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل في المادة 1070 والمواد التي تليها. فما هو المال الشائع؟ وكيف تتقسم الأملاك إذا تعدد ملاكها؟ وما هي دعوى إزالة الشيوع؟ وماذا يشترط لإقامتها؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الدعوى؟ هذا وأكثر في هذه الحلقة من حوار قضائي. حياكم الله من جديد احبتنا المتابعين، واكرر الترحيب بضيفي داخل الاستوديو سياده القاضي نبراس صباح، قاضي اول محكمه بداءة المحموديه. اهلا وسهلا. مرحب بك مره ثانيه، حياك الله سياده القاضي. نتحدث اليوم عن مشاكل الشركاء او معروف قضايا او دعاوى الشيوع. مبدئيا يعني اذا حضرتك تعرف لنا ما هو الشيوع، ما هي قضايا الشيوع؟ نعم. تفضل. الشيوع هو حاله الشراكه في المال. نعم. الماده 1061 من القانون المدني قالت اذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً فهم شركاء فيه على الشيوع. ينشأ الشيوع باشتراك بالملك. الحالة الغالبة له هي الإرث. طبعاً أكو ممكن أن تكون حالات أخرى للشيوع، نشوء الشيوع عن شخصين أو أكثر يروحون يشترون مال ويكونون شركاء به. نعم. أو بالوصية أو غيرها، لكن الحالة الغالبة بالتطبيقات العملية بالحياة العملية هي حالة الإرث. عندما يتوفى شخص ويترك مالاً، فهؤلاء الورثة راح يكونون شركاء كل بنسبة سهامه أو حصته في القسام الشرعي أو القسام النظامي حسب الأحوال. ودعوى إزالة الشيوع هي الدعوى التي يقيمها أحد أو بعض الشركاء في المال الشائع لغرض إنهاء حالة الشيوع. إنهاء حالة الشيوع تكون بقسمة المال الشائع إن كان قابلاً للقسمة عيناً، أو بيعه وتوزيع الثمن بين الشركاء كل بحسب حصته إذا كان لا يقبل القسمة. حالات إزالة الشيوع مثل ما قلنا هي القسمة القضائية. نعم. والقسمة الرضائية. القسمة الرضائية تكون باتفاق الأطراف، يعني هم الشركاء بالمال الشائع يتفقون فيما بينهم على إنهاء حالة الشيوع اللي المادة 1071. نعم. قالت للشركاء إذا لم يكن بينهم، تتحدث عن القانون المدني 1071 القانون المدني، للشركاء إذا لم يكن بينهم محجور أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها. هم الآلية اللي يتفقون عليها، هذا المكان لك، هذا الجزء من العقار إلي، إلى آخره. طبعا إذا كان وهذا أفضل يعني. طبعا هو أفضل الحلول الصلح سيد الأحكام. وإذا كان الملك الشائع هو عقار، فالقسمة الرضائية ما لها قيمة قانونية إلا أن يتم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري. إذا اتفقوا على آلية لقسمة المال الشائع فبها. أما إذا لم يتفقوا أو كان بينهم محجور، المحجور هو الشخص يعني غير كامل الأهلية باختصار، يعني قاصر، شخص غير كامل الأهلية، القاصر، والقاصر له حالات كثيرة بالقانون. هذا الشخص لا يمكن أن يتفق، يعني ما يملك ما عنده الأهلية الكافية بالاتفاق على إرادته. نعم. وحتى النائب حتى السيطرة على أمواله المتحصلة بيع. بالضبط. والنائب عنه أيضا ما يملك آلية أو حرية التصرف إلا بعد إجراءات وموافقة دائرة رعاية القاصرين وإجراءات كثيرة. فلذلك إذا لم يتفقوا أو كان بينهم محجور راح يرجعون إلى المحكمة. إجراءاتكم سيادة القاضي بهذه الدعاوى؟ نعم. إحنا
عرفنا دعوى ازاله الشيوع. طبعا اجراءات الدعوى تبدا بالطلب. عرف القانون المرافعات المدنيه الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء. نعم. يجب ان يكون طلب، والطلب يجب ان يكون مكتوب ويقدم الى القضاء، الى المحكمه. طبعا الخصوم بدعوى ازاله الشيوع هم الشركاء، جميع الشركاء. يعني هي ميزه من يمتلك متر ومن يمتلك نعم 90 من يمتلك سنتيمتر 90% من نعم مساحه كل شريك بالمال نعم. الشائع يكون خصما في دعوى ازاله الشيوع. وفي حاله اذا كان الشريك قاصر يكون الخصم بالدعوى هو النائب عن القاصر، نعم. الولي ولي. او الوصي او القيم، نعم. حسب الحاله القانونيه. وايضا اجراءات المحكمه انه في يعني دائما في دعوى ازاله الشيوع لما يكون اكو قاصر مدعى عليه المحكمه تلجا الى ادخال مديريه رعايه القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى اذا لم يدخله المدعي ابتداء مدعى عليه لغرض الحفاظ على حقوق القاصر وحمايتها. طيب. وعفوا الاجراءات قلنا بعد ان يقدم الطلب وبعد تبليغ اجراء التبليغات للخصوم. الاساس في دعوى ازاله الشيوع هو سند، اذا نتحدث عن ازاله الشيوع العقار، سند ملكيه العقار. محكمه تخاطب دار التسجيل العقاري للاطلاع على سند ملكيه العقار. اذا اكو ورثه يعني احد المالكين بالسند متوفي فيربط القسام الشرعي او القسام النظامي اللي يحدد الورثه وانصبتهم خارطه مصدقه للعقار. بعدها المحكمه تجري الكشف على العقار. الكشف الغايه منه طبعا بصحبه شخص مختص غالبا مساح من دار التسجيل العقاري. الغايه انه تشوف هل هذا العقار قابل للقسمه الى اصغر حصه فيه ام غير قابل للقسمه. طبعا قابليه القسمه من عدمه تحددها اختصاص المساح، تحددها نصوص قانونيه. نعم. فاذا كان وفق النسبه المحدده غير قابل للقسمه، نعم يعني اكو نصوص قانونيه حددت هاي المسائل يعني قابليه القسمه من عدمه. اذا كان العقار قابل للقسمه فالخبير يعد مرتسم للافراز. يعني يقول مثلا 2 شركاء مساحه العقار 400 متر، يقول له هذا 200 وهذا 200. يحدد طبعا لازم يكون اكو تماثل بيناتهم من ناحيه الجوده، الموقع، القرب من النهر، القرب من الشارع، درجه البناء الى اخره. ما تكون افضليه طرف على طرف ثاني. طبعا هو جهد الامكان يحاول الخبير ان يكون متساوي. التوازن. يعني التساوي قد يكون كلمه بعيده، التوازن بين المساحات. طبعا المساحات مو بالضروره تكون متساويه، هو ممكن واحد عنده ربع وواحد عنده 3/4، واحد ثلث وواحد. العداله مطلوبه بهذا يعني الموضوع. فاذا قابل للقسمه تم القسمه بعد ان ينظم معامله العفو خارطه الافراز. نعم. والمحكمه اذا اتفقوا الطرفين على خارطه الافراز تفاتح دائره البلديه المختصه للحصول على موافقتها ان تكون موافقه للانظمه والقوانين والضوابط. وطبعا يتم ايضا تقدير قيمه كل حصه من الحصص حتى صاحب الحصه الاقل ياخذ مال من صاحب الحصه الاكبر، مو الحصه اقصد يعني الاكثر قيمه. يعني فرضا هم اثنينهم مناصفه واجى من يقسمها المساح او الخبير المهندس المدني لازم تطلع عنده وحده على الشارع وحده مو على الشارع. المساحات متساويه قد تكون. نعم. بس وحده ميزاتها ويحاول جهد الامكان تكون متساويه بالميزات. يمكن ولكن عوض يصير. طبعا احيانا ما ممكن ان يتساوى فيقدر قيمه كل واحد منهم، قيمه قطعه على اساس قطعه نعم. اخرى، جزء على اساس جزء قيمه هذا ايش قد وقيمه هذا ايش قد، والطرف اللي يحصل ذي القيمه الاكبر يعوض الطرف الاخر. وبعدها تصدر المحكمه قرارها بازاله الشيوع والتعويض. اما اذا ازاله الشيوع قسمه، اما اذا ثبت من الكشف انه العقار غير قابل للقسمه فتصدر هاي اكو اجراءات ببيعه ازاله شيوعه بيع. تمام. ما هي الغايه من اقامه هذه الدعوه سياده القاضي؟ والله الغايات مختلفه باختلاف الانفس والاشخاص. نعم. الحقيقه انه يعني الغايه القانونيه هي انهاء حاله الشيوع. يعني ربما اكو بعض الشريك يحاول انه يجبر شريك اخر لترك حصته بالعقار بيعها له بحصه اقل، يعني ممكن تكون. بس الحاله القانونيه هي انهاء. يعني تعرف دعوه ازاله الشيوع قلنا الدعوه التي يقيمها احد الشركاء لانهاء انهاء هذه الشراكه، انهاء حاله الشيوع. والحقيقه المشرع العراقي دعم كثيرا انهاء الشيوع، بل فتح المجال على الباب، فتح الباب على مصراعيه الشركاء لانهاء حاله الشيوع. لان حاله الشيوع حاله غير محبذه، حاله تنشا عنها خلافات. يعني لما اشخاص شركاء في مال معين قد يختلفون بطريقه اداره هذا المال، بطريقه توزيع
وارداته، الغله، احيانا تساورهم الشكوك. ومثل ما قلنا انه الحاله الغالبه الاعم الاغلب من حالات الشيوع هي بين الشركاء الورثه، فهذا راح يؤدي الى حالات من القطيعه والبغضاء والشحناء بيناتهم، ونتحدث عن عائله، عن اسره، يعني قد يصل الامر الى قطع الرحم، قطع صله الرحم بينهم. اضافه لمشاكل اقتصاديه، طبعا هذا لما يكونون هم مختلفين باداره المال قد تتعطل اداره المال، تتعطل طريقه استثمار المال، وهذا له مردود اقتصادي على العموم، يعني الحاله الاقتصاديه العامه اذا اخذنا بنظر الاعتبار عدد العقارات المشاعه، يعني عدد كبير جدا. فنتيجه هاي الحاله القانون فسح المجال واسعا لانهاء حاله الشيوع، واجاز لاي شريك، الماده 1070 من القانون المدني قالت لاي شريك ان يطلب ازاله المال الشائع، ازاله شيوع المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، يعني الا الحالات اللي يكون بها نص قانوني يمنع ازاله الشيوع او اتفاق بين الاطراف بالبقاء على حاله الشيوع. شنو الحالات القانونيه اللي تمنع وجود ازاله الشيوع؟ عفوا، حتى بس لا تسمح لي اكمل الفكره، حتى قضيه يقول البقاء، اتفاق الشركاء على البقاء على الشيوع هم وضع لها فد ضوابط يعني مو قليله، يعني من ضمنها ان يكون الاتفاق جميع الشركاء، يعني ما يصير واحد من الشركاء يرفض، لازم الكل يتفقون على البقاء على الشيوع. والاتفاق يجب ان يكون، بما انه قلنا اتفاق، يجب ان تكون الاهليه كامله لدى الجميع. وفوق هاي وضع القانون ان لا تتجاوز مده البقاء على الشيوع 5 سنوات. الحد الاعلى يكون سنه سنتين ثلاثه، بس الحد الاعلى 5 سنوات. ما يجوز اكثر. بعدها يرجع الوضع الطبيعي اللي هو جواز لاي شخص يطلب ازاله الشيوع. تمام. هذا رغبه بالمشرع بانهاء حاله الشيوع لانه حاله غير محدده. تمام. هل يجوز لشخص واحد بيع العقار او الشراكه دون موافقه الاخرين؟ طبعا هو الدعوى ازاله الشيوع قلنا هو يقيمها احد الشركاء، قدم طلب للمحكمه، طبعا اذا لم يتفقوا قلنا انه ممكن يتفقون الشركاء على اليه لقسمه المال الشائع فيما بينهم، واذا كان المال الشائع هو عقار، هاي القسمه يجب ان تسجل في دار التسجيل العقاري. لكن اذا لم يتفقوا او كان بينهم محجور، يعني ما بامكان الاتفاق، راح يلجا المحكمه، يلجا اي شخص منهم المحكمه، واحد اكثر، عدد من الشركاء، كل الشركاء باستثناء شخص واحد رافض، ممكن يعني كل الشركاء باستثناء واحد رافض، البقيه اللي رادين ازاله الشيوع يقيمون دعوى ازاله الشيوع، ولا يعتد بموافقته من عدمه. يعني لا يعتد بانه يوافق على البقاء، القانون اجاز لاي شريك ان يطلب ازاله الشيوع. لا قيمه لموافقته من الناحيه القانونيه. طبعا. يعني خلاص ما دام كل يعني طرف واحد او اخر. نعم، القاعده ان لكل شريك يطلب ازاله الشيوع الا الحالات الموانع القانونيه اللي نص عليها القانون، موانع ازاله الشيوع. تمام. من الناحيه القانونيه مثلا اغلب الاحيان تكون هذه الدعاوى على ميراث، يعني على بيت متروك، قطعه ارض متروكه بالأعم. نعم. اي طيب في حال تم وجود اطراف من يعني مستحقين لجزء من هذه القطعه او هذا البيت ساكنين بهذا البيت، جزء ساكنين، كيف لا هو موضوع السكن، احنا بما انه تحدثنا عن موضوع الموانع، موضوع السكن بالعقار، اشغال العقار هو ما يؤثر على ازاله شيوعه. الاصل هم شركاء مالكين، فسواء كان شاغل احدهم او شاغل اخر من غيرهم، يعني مستاجر او مباح له، او شاغل شخص يعني من الشركاء بحصه بمساحه اكبر من حصه اقل من حصه، هذا الموضوع غير مؤثر بدعوى ازاله الشيوع. الاصل ان يزال الشيوع. بما انه تحدثنا عن طرقنا الى موانع ازاله الشيوع، وحضرتك ايضا داركت بسؤال على موضوع اشغال العقار وتاثيره على ازاله الشيوع. اكو حالات قانونيه منعت ازاله الشيوع، احنا قلنا نص الماده القانونيه يقول بمقتضى نص او شرط يمنع الشيوع. النص الشرط هو اتفاق الاطراف. تمام. النصوص القانونيه، اكو نصوص قانونيه منعت حاله، منعت على الشركاء انهاء الشيوع. من ضمن النصوص القانونيه مثلا عندنا حاله الشيوع الاجباري. حالات نسميها بالقانون الشيوع الاجباري، اللي هي يعني على سبيل المثال الحائط المشترك والطريق الخاص المشترك، والحاله الاكثر تداولا بالواقع العملي هي ملكيه الطوابق والشقق. زين. بالعماره السكنيه اكو شركاء كل واحد يملك شقه مستقله، هذا له شقه وهذا له شقه، لكن بين الشقتين اكو حائط فاصل. هذا الحائط جزء منه بهذه الشقه ومملوك لهذه لمالك هذه الشقه، ملك مشترك لمالك هذه الشقه، هو مشترك. نعم. السلالم العماره، ارض العماره، التوصيلات الكهربائيه غيرها، هاي تكون ملك مشترك. هذا لا يجوز ازاله شيوع، لا يجوز بيع التصرف به بمعزل
عن الطابق او الشقه المشتركه. من ضمن ايضا موانع ازاله الشيوع اكو موانع خاصه بالاراضي الزراعيه عندنا بالقانون العراقي، يعني القرار 222 لسنه 1977، قرار 581 سنه 1981، قرار رقم 42 سنه 87، هاي خاصه بالاراضي الزراعيه. الحاله اللي اكثر تداول عندنا بالمجتمع خاصه بموضوع وجود نعم شاغر خليني نعم يعني حتى اكون حضرتك موفي لاجابه هذا السؤال. خليني استاذن حضرتك سياده القاضي الاستاذ نبراس صباح، وايضا الساده المتابعين بالذهاب الى فاصل. حياكم الله من جديد احبتنا المشاهدين متابعين برنامج حوار قضائي، واكرر الترحيب بضيفي داخل الاستوديو سياده القاضي صباح نبراس صباح، قاضي اول محكمه بداءة المحموديه. ارحب بك سياده القاضي. الله يبارك فيك. موضوعنا شائك ولكن حضرتك تفصل لنا بشكل جيد، توصل المعلومه الي والساده المتابعين من خلف الكاميرات. سياده القاضي وقفنا قبل الفاصل بموضوع الموانع الخاصه بموضوع ازاله الشيوع وتحديدا شاغرين العقائد. نعم، احنا تحدثنا بالموانع وانا تعمدت ان اكون المانع الاكثر انتشارا واكثر تداولا واكثر يعني وجودا في المحاكم بالواقع العملي هي حالات اللي نص عليها قرارات من قبل. نعم، نصت عليها القرارات 1041 و1497 و1611 لسنه 1981. هاي القرارات عالجت حاله حقيقه هي حاله انسانيه، حاله انه يتوفى شخص يترك دارا بها شركاء، والدار تكون مشغوله من زوجة هذا المتوفي المورث أو أحد أولاده القاصرين. الحالة الاجتماعية أنه في حالة لجوء الشركاء الآخرين إذا قامت دعوى إزالة شيوع وإزالة شيوع العقار بيعا، هذول الضعفاء بالمعادلة اللي هم الزوجة والأولاد القاصرين قد يكونون عرضة للتشرد والضياع. فاجت هاي المشرع العراقي وضع هذه القرارات الغاية منها حمايتهم. باختصار يعني اختصارا لخلاصة هذه القرارات على أنه لا يزال شيوع الدار، لاحظ حضرتك الدار فقط، يعني لا يسري على حالة محل أو عمارة أو أرض زراعية. دار السكن نعم الموروثة إذا كانت مشغولة من زوجة المتوفى أو أحد أولاده القاصرين. في حال هي رفضت، في حالة هي رفضت. طبعا بالنسبة للقاصرين ما نقول في حالة هم رفضوا ولا هم قاصرين غير قادرين على التعبير عن إرادتهم. بالنسبة للزوجة إلا إذا وافقت هي، لا إذا كانت بس الزوجة شاغلة هنا يمنع إزالة شيوعها إذا رفضت، إلا إذا وافقت يجوز إزالة شيوعها، وتنتهي هذا المنع القانوني ينتهي في حالة زواجها تمام مرة أخرى من زوج آخر، أو في حالة امتلاكها دار أخرى أو عقار على وجه الشيوع على وجه الاستقلال عفوا. أما القاصر فالنص القانوني قال إلى حين بلوغ القاصر سن رشد أو يعني انهاء دراسه بالكليات والمعاهد. وعلى فكره يعني تجدر الاشاره الى انه القاصر، مفهوم القاصر بالقانون مفهوم يعني واسع يشمل حالات كثيره من القصر والحجر وغيرها، يعني ما عندنا الوقت ان نخوض بها، لكن نصوص هذه القرارات الثلاث حاله القصر لصغر السن فقط، يعني القاصر لخلل مثلا يعني دون 18 سنه. نعم، القاصر بخلل مثلا بعقله باهليته بارادته، هذا ما مشمول قرار. اللي مشمول بالقرار هو القاصر لصغر السن اللي عمره الشخص السوي ولكن نعم اقل 18 سنه. هذا مانع قانوني من ازاله شيوع العقار، وهو تقريبا المانع الاكثر تداولا بالمحاكم. يعني احنا يعني خلال عملي بالمحاكم يعني الدعاوى اللي نرد دعوى ازاله الشيوع عادة على هذا الواحد، على وجود قاصر من احد نعم المستفيدين او الشركاء او زوجه شاغلين للعقار الاطراف. طيب نعم. ما ممكن ادخال رعايه القاصرين، دائره رعايه القاصرين تتطرق بهذا الموضوع؟ طبعا احنا قلنا هو الخصوم بدعوى ازاله الشيوع هم جميع الشركاء في المال الشائع. نعم. وان كان بينهم قاصر، طبعا القاصر قانونا لا يخاصم، لا تقام الدعوى ضده. نعم. يخاصم، تقام الدعوى على النائب على القاصر اللي هو الولي او الوصي او القيم على القاصر. وإجراءات المحكمة إذا لم يبادر المدعي إلى إدخال دائرة رعاية القاصرين، أحيانا يدخلوه هم بالدعوة، يخلي أحد المدعى عليهم، أحيانا لا ما مدخله، فالمحكمة تدخل دائرة رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوة إلى جانب المدعى عليهم لغرض ضمان حقوق القاصر. وحتى على فكرة لما نصدر الحكم بالحكم بإزالة الشيوع بيعا، لما نصدر الحكم بإزالة الشيوع بيعا تنص بالفقرة الحكمية على أن تودع
حصة القاصر من بدل البيع لدى مديرية رعاية القاصرين لغرض تنميتها واستثمارها إلى حين بلوغ سن الرشد. طبعا حفاظ على حقوق القاصر. حضرتك ذكرت موضوع الذهاب إلى موضوع البيع. نعم. هل يجوز لأحد أطراف هذه الدعوة شراء حصة الآخر؟ نعم، هو أصلا المشرع العراقي يعني انطفت أولوية للشركاء نفسهم أن يشترون. نعم. يعني على اعتبار القيمة الاجتماعية، أحيانا المال الشائع يا أستاذ محمد خصوصا البيت تكون قيمته الاعتبارية قد تفوق قيمته المالية. يعني أولاد نشأوا في بيت عاشوا به، أو محل دكان محل سكنهم، مصدر رزقهم، أو أرض اعتاشوا على غلاتها ووارداتها وخيراتها، هذا يكون له قيمة معنوية. فلذلك المشرع يعني انطى هذا المجال للشركاء احترم هذه الخصوصية، انه واحد منهم نعم يشتري. يعني ولذلك 1072 ماده 1072 يقول يعني باجراءات دعوى ازاله الشيوع، يعني بعد ان تصدر المحكمه حكما بازاله شيوع العقار بيعا، وبعد يعني يقدم احد الشركاء طلب بتنفيذ مباشره باجراءات التنفيذيه لازاله الشيوع، واكو اجراءات تقوم بها المحكمه، معامله وضع اليد واعداد قائمه بالمال المشاع والى اخره، قبل المزايده العلنيه. نعم. لما تطلع المحكمه كشف على العقار ويكون مع مرافق للمحكمه خبير لتقدير قيمه العقار، عفوا لتقدير قيمه العقار. نعم. هاي القيمه المقدره تعرض على المدعي اللي طلب ازاله الشيوع، اللي اقام دعوى ازاله الشيوع، تعرض عليه. فاذا وافق على هاي القيمه المقدره تعرض على بقيه الشركاء انه هاي القيمه المقدره موافق عليها المدعي، فهل بالامكان ان تشترون حصته ويطلع هو بالعقار؟ طبعا ممكن انه احد الشركاء او جميعهم او عدد منهم يوافقون على شراء حصه المدعي بالقيمه المقدره اللي وافق عليها المدعي، فهنا يعني ماكو اي مشكله، تحول طبعا تباع هاي الحصه على الشركاء متساويين، نص القانون يقول مو على سهامهم، بالتساوي اذا اكثر من واحد منهم، ويقبض الثمن ويطلع يعني من الملكيه ويتحول سهامه الى الشركاء الاخرين. اذا رفضوا هذول الشركاء ان يشترون، او عفوا قبل الرفض، اذا صارت نوع من التنافس بيناتهم على الشراء، يعني صار نوع من المزايده بيناتهم، كل واحد طرح سعر اعلى من القيمه المقدره، الحصول على هنا راح تصير مزايده داخليه داخل العائله، مزايده داخليه بس الأطراف. داخل الشركاء، بين الشركاء فقط. نعم. زين، هو صاحب الثمن الاعلى يشتري بعيدا عن الاخرين، بس فقط بينهم. نعم. اذا ما حصلت الاتفاق بيناتهم، او انه المدعي اصلا رفض القيمه المقدره، رفض ان يبيع بالقيمه المقدره، او الشركاء الاخرين رفضوا ان يشترون بهذه القيمه، هنا تلجا المحكمه الى المزايده العلنيه، البيع بالمزايده العلنيه. يعني طبعا اجراءات كثيره حددها القانون. قائم الدعوه، الطرف قائم الدعوه رفض قيمه هذا المقدره من قبل المثمن. نعم. يعني ما يمكن اعاده تثمين مره ثانيه. لا طبعا، هو الاجراءات التثمين لاي طرف من الاطراف، يعني لما تطلع المحكمه كشف، لما تطلع المحكمه كشف بصحبه خبير لتقدير قيمه العقار، ممكن اي طرف من اطراف الدعوه، المدعي عليهم طبعا يطعن بتقدير يعترض على هذه القيمه، باعاده الكشف من خبراء جدد. هنا بالقانون عندنا يكون عدد الخبراء وتري، فرد، يعني 1 3 5 7 هكذا، فممكن يعترضون. كم مره ممكن يطعن بموضوع قيمه العقار؟ والله ما حدد، النص القانوني ما وضع عدد مرات معينه، بس هو يعني المحكمه هم عندها الصلاحيه ان تقتنع بانه هاي القيمه موافقه يعني حقيقيه، موافقه لاسعار العقارات بالسوق، طبعا واقعية. حسب تفاصيل العقار وجنسه ونوعه ومكانه ومميزاته الى اخره. نعم، ممكن الاطراف ان يعترضون على القيمه، والحقيقه هو التقدير الحقيقي راح يكون بالمزايده العلنيه، لانه هذا التقدير هو تقدير اولي، بعدين راح تتم عمليه بيعه بالمزايده العلنيه، والقانون حدد انه لا تفتح المزايده باقل من 70% من القيمه المقدره، ولا يجوز البيع يعني باقل من هاي القيمه، وما يجوز البيع باقل من 80% من القيمه المقدره. فلذلك يعني اجراءات المزايده شلون تتم سياده القاضي؟ نعم. اجراءات المزايده شلون تتم؟ والله هناك اعلان مثلا نعم. بالصحف هو اللي رسميه او بجهات. نعم. الاجراءات اللي تسبق المزايده، احنا قلنا بعدين يصدر الحكم بازاله الشيوع. نعم. ويكتسب الدرجه القطعيه. زين. يعني هذا اكو طرق طعن قانونيه حددها القانون. جايها بالسؤال الاخير. نعم. فبعد ما تكتسب القرار الدرجه القطعيه، يجي احد الشركاء سواء كان المدعي او المدعى عليه في دعوى ازاله الشيوع، نعم. ما دام هو شريك، يقدم طلب الى المحكمه
بمباشره الاجراءات التنفيذيه، نسميها معامله وضع اليد. المحكمه تحدد موعد معين بعد ان تبلغ جميع الشركاء، وتطلع المحكمه يعني القاضي بصحبه موظف مختص من المحكمه، بصحبه مساح من دار التسجيل العقاري وخبير ايضا مختص بتقييم العقارات، ومن كان حاضرا او يرغب الحضور من الشركاء، و يعني محضر كشف يثبت به تفاصيله ومميزاته وكل تفاصيل العقار، والخبير يقدم تقرير بتقدير قيمته. يعني تفاصيل كثيره بعد ما تتم معامله وضع اليد. نعم. وبعدين عندما اكو اجراءات تفصيليه، ما اعرف اذا الوقت حضرتك يسمح تفضل عندنا بعد معامله وضع اليد المحكمه تحدد موعد للمزايده العلنيه. زين. القانون قال انه مده 30 يوم من الاعلان. المحكمه عندما تحدد موعد العفو عندما تجري الكشف بعدها تعلن بيع العقار بالمزايده، والحرص المشرع ان يكون الاعلان يوصل لاكبر عدد من الناس حتى لا تغبن قيمه العقار، حتى لا يغبنون الشركاء. فيعلق الاعلان في لوحه الاعلانات بالمحكمه وفي موقع العقار. نعم. ايضا وينشر بالصحف الرسميه، يعني الرسميه. نعم. يعني الصحف. نعم. الصحف المقروءه. فينشر الاعلان اليوم ال30 للنشر الاخير راح يكون هو موعد المزايده بنص القانون. نعم. ويعلن المزايد طبعا بالمحكمه، تكون اعلان على المزايده، والمجال مفتوح للشركاء ولغير الشركاء ان يدخلوا يحضرون المزايده. نعم. طرق الطعن بقرار ازاله الشيوع سياده القاضي؟ اولا هو الحكم بازاله الشيوع حكم يصدر محكمه البداءه بدرجه اخيره. نعم. طعن بيكون امام محكمه الاستئناف بصفتها التمييزيه، محكمه الاستئناف اللي تتبع لها محكمه البداءه. نعم. بصفتها التمييزيه. طبعا مده الطعن 30 يوم من اليوم التالي للتبلغ بالحكم. هاي بالنسبه للحكم ازاله الشيوع. نعم. اما الاجراءات التنفيذيه، طبعا الاجراءات التنفيذيه لازاله الشيوع بيعا، هاي الاجراءات التنفيذيه ايضا تقوم بها المحكمه. يقوم بها قاضي اول محكمه البداءه، بس هنا بصفتها منفذ عدل، لانه راح يطبق احكام قانون التنفيذ رقم 45 سنه 1980. فطرق الطعن بقراراته هي حالها حال طرق الطعن بقرارات المنفذ العدل، اللي هي التظلم ثم التمييز امام محكمه الاستئناف بصفتها تمييزيه. هناك يكتب القرار الدرجه القطعيه، ما ممكن اعاده الى محكمه التمييز الاتحاديه؟ لا العفو، طبعا بقرار ازاله الشيوع مو اختصاص محكمه التمييز، وانما محكمه الاستئناف بصفتها التمييزيه وفق احكام الماده 302 من قانون 203 من قانون المرافعات المدنيه. أنا هو شاكر حضرتك سيادة القاضي الأستاذ نبراس صباح، قاضي أول محكمة بداءة المحمودية. شكرا جزيلا لوقتك ولحضرتك ولكل ما أتحفتنا به بصراحة من إجابات على هذه الأسئلة. شكرا لحضرتك أستاذ محمد، وشكرا للإخوان اللي مشرفين على العمل والناس القائمين على هذا المشروع الإعلامي اللي الغاية منه إيصال المعلومة القانونية للمواطن العراقي وإفهامه بحقوقه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ نبراس، وأيضا شكر موصول لكم محبتنا المتابعين على طيب وحسن المتابعة. نلتقي على خير إن شاء الله.